بعد نكسة 67 عدد كبير من المصريين وقعوا في فخ الموساد الإسرائيلي وبدأوا ينقلوا معلومات خطيرة جدا. وفي الوقت ده المخابرات المصرية كانت شغالة ليل نهار، وكل شوية تقبض على جاسوس ورا التاني. لكن مع كل واحد كانوا بيمسكوه كانوا بيكتشفوا حاجة غريبة، إن أغلب الناس دي ما كانتش خونة بطبعها، لكن وقعوا في فخ الموساد بسبب الظروف الصعبة اللي البلد كانت بتمر بيها. ولا كان في شغل ولا تجارة ولا أي حاجة، والدنيا كانت واقفة حرفيا. وهنا مدير المخابرات وقتها أمين هويدي اتكلم مع الرئيس جمال عبد الناصر وقال له: يا ريس، احنا كل يوم والتاني بنقبض على جاسوس جديد، وللأسف أغلبهم ما كانوش عاوزين يبقوا كده، ووقعوا في فخ الخيانة بسبب ظروف البلد. وبدأ يقترح عليه حل مختلف. قال له: بدل ما نقبض عليهم واحد واحد، ليه ما نخاطبش الناس دي بشكل مباشر؟ نطلب من أي حد اتورط سواء بالضغط أو بالإغراء إنه يجي بنفسه ويعترف، وساعتها بس الدولة تعفو عنه ونديله فرصة يبدأ من جديد. وهنا الرئيس جمال عبد الناصر تفهم الموقف وقال له: اقتراح سليم، لازم الشباب كلهم يبقوا واعيين للخطوة دي ويعرفوا إن العدو ممكن يجندهم من غير ما يحسوا. وبالفعل بدأت الأجهزة دي توعي الشباب وتحذرهم من الوقوع في فخ الخيانة سواء برا مصر أو جواها. والمخابرات المصرية قالت وقتها إنها تساعد أي حد اتورط في الجاسوسية سواء بالإغراء أو التهديد لصالح العدو، وده عن طريق إنه يروح يبلغ بنفسه عن اللي حصل معاه من ناحية الموساد. وفي المقابل الرئيس جمال عبد الناصر وقتها وعد إنه هيحمي أي حد اتورط لأي سبب. وفعلا الكلام ده خلى ناس كتير خافت وسلمت نفسها، وحكوا كل التفاصيل والظروف اللي خلتهم يدخلوا في السكة دي مع الموساد. وعلى الجانب التاني في ناس تانية كملت في طريق الخيانة، والمخابرات المصرية حذرتهم أكتر من مرة، لكن ما كانش في أي فايدة. ومن ضمن الناس دي كان الجاسوس محمد إبراهيم فهمي كامل الشهير بماريو المصري، من حضن وجيدة في اسكندرية لحضن تغريد في القاهرة. ماريو المصري كان بيصور كل تفصيلة على الطريق من القاهرة لاسكندرية، مفيش يوم بيعدي عليه إلا لما يكون مصور أي منشأة أو مبنى جديد أو أي عربية عسكرية، وكل صورة أو معلومة كان لها تمنها. هتقولولي طيب حركته من القاهرة لاسكندرية كتير كده على مدار أسبوع ما خلتش حد يشك فيه؟ هو الاسم عنده 2 ستات على ذمته، واحدة في القاهرة والتانية في اسكندرية، وبيعدل بينهم، أو هو كان فاكر إن المخابرات فاهمة كده. بس الحقيقة كانت اللي اكتشفتها زينب ضحيته اللي حب يوقعها وقعته. النهاردة مش بس هنتكلم عن ماريو المصري، احنا هنتكلم عن سيستم كامل عمله نظام عبد الناصر عشان يوقع بيه الجواسيس ويحمي بيه الشباب من السقوط في فخ الخيانة. مين هو ماريو المصري؟ وليه اسمه ماريو المصري؟ وهل هو مصري بجد؟ وايه حكاية الستات معاه؟ هو اسمه محمد إبراهيم فهمي كامل، مصري ومسلم عادي جدا. طيب ماريو المصري ده جه منين؟ هتعرف كمان شوية. محمد كان من مواليد محرم بيك في اسكندرية. من يوم ما فتح عينه على الدنيا كان ليه اهتمامين بس هيزيد واحد بعد كام سنة. الاهتمام الأول كان الأغنياء اللي مالين اسكندرية واللي كان أغلبهم أجانب، عيشة تانية وحياة تانية وفلوس تانية خلته مبهور بعيشتهم وحياتهم. تاني اهتمام ليه وده بقى لحد الجنون كان العربيات. العربيات تقدر تعتبرها شغفه الوحيد، ودي الحاجة اللي خلته يشتغل في العربيات. ساب تعليمه وراح على ورشة ميكانيكا وبدأ يشتغل فيها كميكانيكي فنان عند خواجة إيطالي اسمه روبرتو. روبرتو من أول لقطة مع محمد عرف إنه شاطر وإنه يجي منه بسهولة، ومن هنا روبرتو بدأ يعلمه كل حاجة عن العربيات بحيث إنه يساعده ويسهل عليه. روبرتو ما كانش عارف إن محمد هيكون فتحة خير عليه ملهاش أول من آخر، لأن الموضوع موقفش عند الكام زبون اللي واخدين على ورشة الخواجة. إيد محمد اللي تتلف في حرير كانت أحلى دعاية اتعملت لورشة الخواجة. محمد ما كانش لوحده في الورشة، بس كان الوحيد اللي العربيات بتيجي تستناه بالاسم في الوردية بتاعته عشان يصلحها. كان فنان بدرجة ميكانيكي. في كام سنة بس كنت تقدر تعتبره خبير عربيات، بس الكام سنة دول ما عدوش على قد إنه بيتدرب على الميكانيكا. محمد اتعلم اللغة الإيطالي من الخواجة روبرتو وزباينه، واللي كان أغلبهم طليان، بقى يكلمهم بلغتهم ويتفاهم معاهم لدرجة إنهم سموه ماريو المصري. الإيطالي مش بس غير اسم محمد الماريو، ده غير حاجات كتير في حياته. بس خلينا نشوف الأول حياته واحدة واحدة. في البداية ماريو كان ملتزم، شاب ناجح ومعاه فلوس، ولكن لما القرش جري في إيده بدأ يجري ورا الستات، وده بقى الاهتمام التالت. اللي بتعجبه بيتجوزها زيه زي أي شاب ملتزم.
وكانت الأولى وجيدة الزوجة الإسكندرانية لماريو، واللي كانت جميلة فعلا. أخدها عائلة صغيرة كانت لسه في المدرسة، وكانت كل يوم بتعدي من قدام الورشة وهي رايحة مدرستها، وشغلت دماغ ماريو وتعلق بيها جدا. عشان كده راح تقدم لأهلها، واللي لقوه مناسب جدا ليهم ووافقوا عليه إنه يتجوزها، وأخد لها شقة في اسكندرية. وجيدة كانت وش السعد عليه، لأن ماريو الصبي عند الخواجة خلاص بقى معلم، وقرر يعمل الورشة الخاصة بيه. وده حصل بعد جوازه من وجيدة ب8 سنين، والقرش جري في إيده بجد. ما هو فلوس المعلم غير فلوس الصبي، وعشان الفلوس كتير يلزمها ستات أكتر. ماريو اتعرف على بنت تانية من القاهرة، طعم تاني وذوق تاني وطريقة تانية. شافها وهي بتصيف مع أهلها في اسكندرية وعجبته جدا، بس الحقيقة إنه برضه اتجوزها. بس تغريد كان ليها شرط واحد، يجيب لها شقة في القاهرة جنب أهلها. أهلها كانوا من الدقي، وطبعا انتوا عارفين منطقة زي دي أكيد الشقة فيها غالية. ولكن ماريو ما كدبش خبر وجاب لها الشقة فعلا. وفضل ماريو بقى من القاهرة لاسكندرية، ومن اسكندرية للقاهرة بين مراتاته الاتنين. لحد هنا حب ماريو للستات كان شرعي، لكن اللي حصل بعد كده كان بداية طريق النهاية. الموضوع بدأ مع الرقاصة اللي صلح لها ماريو عربيتها، لما شافها قاعدة زعلانة في استراحة على طريق بعد ما عربيتها عطلت، واللي خدها في سكته عشان يوصلها القاهرة. وكلمة من هنا على كلمة من هنا عرفت منه إنه صاحب ورشة كبيرة في اسكندرية. وهنا الرقاصة قالت بس زبون، عزمته على الكازينو اللي بترقص فيه، وقالت له لازم تيجي تشوفني وتتفرج عليا، أنا مشهورة جدا في كباريهات شارع الهرم. وفعلا ماريو قبل الدعوة، وأول ما دخل الكباريه انبهر بكل حاجة جوه، من الرقص والخمر وكل البلاوي اللي شافها. ومن اللحظة دي وحياة ماريو اتغيرت 180 درجة. ماريو بقى أغلب وقته في الكباريه، وبقى يضيع كل فلوسه على السهر والشرب، وكمان بقى يهمل ورشته بالأيام، وما كانش بيروحها غير لما بيكون عاوز بس فلوس. وما تنساش إنه مش بطوله، ده فاتح بيتين، 2 ستات متجوزينه ومعودهم على مستوى حياة كويس. وطبعا النظام الجديد ما عجبهمش خالص، ده غير إن الورشة نفسها حالها اتقلب. عمال الورشة لما لو صاحبها مش فارق له سرقوها وسابوها له خرابة. ما هو المال السايب بيعلم السرقة. كده الحياة اللي ضحكت لماريو طول الطريق اللي فات بدأت تغمق. السمعة والاسم والفلوس والورشة كله راح، والديون بقت متلتلة، ومراتاته الاتنين عاوزين فلوس، وده كله من تحت راس الرقاصة إياها. وقف ماريو مع نفسه وقال نبطل بقى ونشوف أكل عيشنا، كفاية أول حد كده. ولأن ماريو أصلا شخص ذكي فكر في فكرة عبقرية. مصر في الوقت ده كانت بتعاني من قلة قطع غيار بعد العربيات، بالذات فئة فيات وسعرها العالي المبالغ فيه. ماريو قال لك بس هي دي، أنا بتكلم طلياني حلو، وإيطاليا هي منبع قطع الغيار المستعمل في العالم. أروح على هناك أشتري شحنة أبيعها هنا وأكسب تمنها الضعف. والموضوع مش صعب، البلد وعارف لغتها، وليا ناس فيها معايا أرقامهم وعناوينهم من أيام شغلي مع الخواجة، ومنهم ناس كتير مستعدين يساعدوا. حضر باسبوره وأخد أول طيارة وسافر على نابولي، وهناك نزل على أرخص فندق قدر يلاقيه في نابولي. الفلوس اللي معاه كانت على القد خالص، وكان بيحاول يوفر بكل الطرق. بعدها نزل من الفندق على سوق بيبيعوا فيه قطع غيار العربيات المستعملة، والدنيا عجبته هناك والأسعار كانت كويسة. لكن لأنه مش بياخد خطوات بدون ما يكون عارف تفاصيل، اتصل بواحد من حبايبه من أيام الخواجة وشرح له اللي عمله. حبيبه ده بقى قال له إيه اللي نزلك على نابولي؟ لو عاوز قطع غيار أو حتى عربيات مستعملة يبقى ميلانو. ميلانو أكبر سوق للحاجات دي وأسعار رخيصة جدا. وماريو طار على ميلانو، وفعلا كلام صاحبه طلع صح، السوق عملاق والأسعار رخيصة جدا. أظن كده بقى المصلحة قضيت. في الحقيقة لأ، ماريو وهو في ميلانو شاف حاجة لفتت نظره جدا. شاف أماكن بتبيع منتجات خان الخليلي وبأسعار فلكية. هنا بقى قال لك ليه يكتفي بقطع غيار العربيات بس، وهو جاي يجيب منتجات خان الخليلي، وهو راجع يجيب قطع غيار العربيات. كده المكسب هيبقى الدبل. خطة اقتصادية عبقرية. وبدأ ماريو التنفيذ في خطواته الأولى. اشترى كمية كبيرة من قطع غيار السيارات، وتحديدا فيات 125، ودي اللي كان فيها أزمة هناك في مصر. وشحن ماريو شغله على اسكندرية، ورجع مصر وباع الشحنة دي بأضعاف ثمنها. وهنا الجزء الأول نجح. فاضل بقى الجزء الثاني، يشتري بضاعة من خان الخليلي ويشحنها على إيطاليا. نزل ماريو خان الخليلي، ومن هناك اشترى بضاعة وشحنها على ميلانو، وبرضه باع هناك بأضعاف ثمنها. الموضوع ده بقى عمله كل مرة، وبقى ماريو من القاهرة لاسكندرية لميلانو، ورجعت الفلوس تجري في إيده تاني.
وبعد ما كان معلم صغير بقى تاجر كبير في السوق. بس في ملحوظة صغيرة شوية في تجارة ماريو، بالذات تجارته في بضاعة خان الخليلي. ماريو كان بيشتري البضاعة من المحلات القطاعي في خان الخليلي، وده كان بيخلي مكسبه مهما كان كبير إلا إنه برضه لسه محدود. وبالصدفة اتعرف على واحدة اسمها زينب، وقبل ما عقلك يروح هنا ولا هنا، فزينب إنسانة محترمة ومثقفة ومتعلمة، لكن مشكلتها إنها كانت جدعة زيادة عن اللزوم. وعشان هي جدعة زيادة عرفت ماريو على أماكن بيع البضاعة دي بالجملة، والورش اللي بتصنع البضاعة دي كمان. وفي وسط كلامهم عرفت زينب إنه بيسافر إيطاليا عشان شغله ده، وهنا طلبت منه إنها تسافر مرة معاه ويساعدها تشتري عربية مستعملة تعملها تاكسي عشان تزود دخلها يعني. وعشان هي لسه مستجدعة معاه قال لها ماريو خلاص اللي انت عاوزاه أنا هعمله، انت بس جمعي مبلغ السفر والعربية واستني مني أكلمك عشان تجيلي هناك. وهنا زينب طارت من الفرحة، وطلع ماريو على نابولي كالعادة وراح باع بضاعته وبدأ يتواصل مع حبايبه هناك. والمرة دي اللي تواصل معاه منهم صديق قديم ما كانش شافه من سنين، وتحديدا من أيام ورشة الخواجة في اسكندرية، وده كان واحد يهودي اسمه ليون لابي. الحقيقة إن كان بينهم عشرة وعشم من أيام اسكندرية، أخدوا عنوان بعض واتفقوا يتقابلوا. بس فين؟ لابي عزم ماريو في شقته، وفعلا ماريو راح عنده الشقة. بس الغريبة إن ماريو أول ما دخل لقى بنت جميلة جدا، فسأل لابي وقال له مش تعرفنا مين القمر ده؟ قال له لابي إنها صاحبته وحبيبته وكده. وفي الليلة دي ماريو ما شالش عينه من عليها، وقعد يفتكر الأيام اللي فاتت لما كان بيسهر كل يوم مع واحدة شكل. وهنا لابي عمل تصرف غريب جدا، استأذنهم إنه هيروح يخلص حاجة كده وهيرجع على طول، بس مرجعش. وبقى ماريو والبنت وتالتهم الشيطان. البنت كانت جميلة ومثيرة ومغرية وشغلت ماريو لحد ما وقع. وفي شقة لابي حصل اللي حصل. المقابلة دي بكل تفاصيلها كانت متدبرة وغالبا كمان متصورة. الغريبة بقى إن بعد ما كل حاجة حصلت لابي ما جاش شقته، فماريو سأل البنت اللي معاه وقال لها هو لابي هيغيب كتير؟ البنت قالت له معرفش، هو ساعات بيعمل كده وبيسيبني لوحدي في الشقة. ماريو قال لها خلاص أنا همشي دلوقتي وأبقى أجيله وقت تاني. وتاني يوم بعد اللي حصل ماريو راح يقابل لابي، لقى البنت اللي كانت معاه مقابلاه على السلم، أخدته من إيده ومش فاهم أي حاجة وطلعت بيه، بس مش على شقة لابي. تخيل، كانت القنصلية الإسرائيلية في إيطاليا، وهناك لابي كان مستنيه. وماريو أول ما شافه قعد يبصله شوية من غير ما يتكلم، ولابي عشان يقطع الصمت ده بدأ الكلام عن مصر كبلده اللي بيحبها، من اسكندرية وذكرياته فيها وأهلها وناسها. ولا مرة حاول يقول لماريو إن بلدك وحشة ويلا خون، لا، الكلام كان في اتجاه تاني خالص. ارتاح ماريو شوية بعد اللي سمعه، بس اللي زود راحته أكتر إن لابي طلع من جيبه ظرف فيه $500 واداهم له وقال له خلينا نتقابل بكرة، الفلوس تطمن برضه. وأخد ماريو الظرف ومشي وهو لسه مش فاهم أي حاجة، لكن كان عنده استعداد يعمل أي حاجة عشان الفلوس. تاني يوم قابله لابي، بس ما كانش لوحده، كان معاه واحد تاني اسمه الحركي إبراهيم، لهجته مصرية وكلامه مصري. بس إبراهيم عرف نفسه إنه إسرائيلي، قال له إنه الخبير الإسرائيلي لمكافحة الشيوعية في الدول العربية، وإنه مش عاوز منه أي حاجة تضر بلده، هو بس عاوز معلومات خاصة بحركات الشيوعية والشيوعيين في مصر، نشاطهم وبيعملوا إيه وكده، حاجة بسيطة يعني. والمعلومات دي مقابل $500 في الشهر. ماريو رقه جري، بس كان في مشكلة صغيرة، ماريو ما كملش تعليمه، يعني مش مثقف وما يفهمش لا في شيوعية ولا غيره. عشان كده ماريو قال لهم هي الفلوس حلوة، بس أنا برضو أشتغل في اللي بفهم فيه، بصراحة شغلكم ده أنا مش فاهم فيه أي حاجة. لابي أخده على جنب وبدأ يقول له ده عرض ما يتفوتش والموضوع بسيط خالص، وبينه وبينكم أقنعه بسهولة. بس برضو فضلت نفس المشكلة، ماريو ما يفهمش الحاجات دي هيعملها ازاي. وفي لحظة ما هو بيفكر نطت في دماغه زينب، متعلمة مثقفة وبتتكلم انجليزي وكمان ليها طلب عند ماريو. هو ده زينب اللي كانت قاعدة مستنية أي إشارة من ماريو عشان يشتري لها عربية أحلامها. ماريو كان نسيها ومنفض لها، فجأة لقت جواب من ماريو كاتب فيه عنوانه وتليفونه، وبيطلب منها إنها تسافر له هناك وهو هيكون في انتظارها. طبعا كان معاه فلوس العربية والشحن وكل حاجة. المهم زينب ما كدبتش خبر، وفعلا في أقل وقت ممكن كانت مخلصة كل إجراءاتها ومسافرة لماريو على إيطاليا. وصلت زينب المطار عشان تلاقي ماريو هناك مستنيها، حجز لها فندق متواضع خالص، وكانت حالته إنه على قد فلوسها.
سابها ترتاح في الفندق ومشي، وتاني يوم راح لها الفندق عشان يفسحها. بس زينب ما كانتش عاوزة تتفسح، كانت عاوزة تشتري العربية وترجع بلدها تاني، وقعدت تلح عليه إنها جاية إيطاليا عشان تشتري العربية وترجع تاني. وفعلا ماريو أخدها وراحوا أماكن بيع العربيات، وكل ما زينب تعجبها عربية وخلاص هتشتريها، ماريو كان بيكدب عليها ويقول لها ده سعرها غالي قوي. وهنا زينب حست بإحباط، فطلب منها ماريو تستنى شوية في روما على ما تلاقي يعني فرصة أحسن، وفعلا اقتنعت. لحد ما في يوم اشترى ليها عربية مستعملة فعلا، بس بمبلغ كان كبير قوي، لدرجة إنها دفعت كل اللي معاها، وكل اللي باقي يدوب يشحن العربية على مصر. بس ماريو كان بفهمها إن الفلوس اللي معاها هتكفي وزيادة، ولكن كل فلوسها راحت على العربية والشحن تقريبا. واللي زاد الطين بلة إن فاتورة الفندق اللي كانت قاعدة فيه كانت أغلى من شحن العربية تقريبا، وهي ما بقاش معاها أي فلوس. وللأسف ماريو اختفى هو كمان بحجة إن عنده شغل في ميلانو. الفكرة إنه ورطها وسابها وخلع، فلوسها راحت كلها في بلد غريبة ما تعرفش حتى لغتها، وكمان بقت مديونة. هي كده محتاجة بس شوية ونقدر نوقعها. وفعلا ماريو قطع التواصل معاها أيام على ما استوت على الآخر، وكانت في حالة انهيار. باعت ذهبها كله وما عادش معاها فلوس، وما بقتش عارفة تعمل إيه. البنت جابت آخرها وبقت جاهزة لأي حاجة تنقذها من اللي هي فيه. وفجأة ماريو ظهر مرة تانية، وزينب كانت متخيلة إنها خلاص هتلاقيه ينقذها ويقدم لها أي مساعدة. بدأت تحكي له عن اللي حصل، لكن الصدمة إنه كان بيقفل في وشها كل باب ممكن يتفتح ليها. لحد ما في يوم عزمها على العشاء، وافقت زينب على عزومته، وقالت أهو حتى لما أقعد معاه وأحكي له يمكن يسلفني فلوس أسد اللي عليا. وفعلا زينب قعدت معاه وطلبت منه فلوس سلف على ما ينزلوا مصر، وفضلت تحلف إنها ترد له كل جنيه أخدته منه. بس ردود فعل ماريو كانت غريبة بالنسبة لزينب. ماريو كان بيتجاهل كلام زينب، ويتجاهل حتى طلبها للسلف منه كأنه مش سامعها. طبعا زينب فسرت ده إنه بيتهرب من إنه يسلفها، بس حتى التفسير ده طار لما قال لها ماريو إنه هيشحن لها عربيتها بعد يومين. وهنا زينب كانت طايرة من الفرحة وقالت له يا ماريو أنت بتتكلم جد؟ طيب اشمعنى بعد يومين؟ ماريو ببرود قال لها عشان مش فاضي. طريقته بالنسبة لزينب حست إنها فيها نوع من الإهانة، فطلبت منه طلب أخير، طلبت يشوف لها شغل هنا، وقالت له إنها مستعدة تشتغل هنا لحد ما تجمع فلوس العربية. وساعتها بقى لا محتاجة منه يشحن العربية ولا يسلفها، بس برضه تجاهل كلامها كأنها ما قالتهوش. وفي وسط الحالة دي لقيت واحد خمسيني كده بيقرب منهم بلطف، وبيقول لها بالإنجليزي إن التكييف ممكن يجيب لهم برد وهم خارجين، وإنه بيستأذنهم إنه يطلب قفل التكييف السخن. ردت عليه زينب بالإنجليزي إن مفيش مشكلة خالص. ابتسم الراجل وسألها سؤال، قال لها أنت تونسية؟ زينب قالت له لا أنا مصرية. وهنا كان رد فعل الراجل ده أسطوري. الراجل طلع من محب ناصر، لا ده من مجانين ناصر، لدرجة إن حاطط صورته في محفظته، وطلع الصورة ووراها لزينب، وقعد يقول لها إن عبد الناصر ده زعيم عظيم وقد إيه هو شخص عبقري. زينب اللي كانت متعصبة من شوية بدأت تحس براحة اتجاه الراجل ده، وسألها وقال لها إن كان يقدر يعني يقابل ناصر ولا لأ. هي قالت له إن الموضوع مش صعب، يعني تعالى القاهرة وقعدت تقابل ناصر. ولما طولوا في الكلام ماريو عزموا إنه يقعد معاهم على الترابيزة، وفعلا قعد معاهم وتعشوا سوا. وبعد الأكل أصر إنه يدفع الحساب. الراجل مش بس دفع تمن العشاء، ده عزمهم تاني يوم على العشاء معاه. بس ماريو اعتذر بشياكة، ولكن زينب اتكسفت تحرجه، عشان كده وافقت. بعدها الراجل وصلهم للفندق المقيمين فيه، وتاني يوم الساعة 8 مساء الراجل جالها عشان يوصلها بنفسه للمطعم اللي هيتعشوا فيه. المطعم اللي راحوا المرة دي كان مطعم باين عليه فخم جدا، لدرجة إن زينب خافت من المكان. المهم قعدوا وبدأوا يتكلموا وتعرفوا. الراجل ده بدأ يتكلم عن نفسه إنه رجل أعمال بريطاني معروف، وإنه كان ناوي يعمل مشروع الخاص في جنوب أفريقيا، وإنه عين ناس ليه هناك يعملوا تقارير اقتصادية للحالة الاقتصادية هناك بشكل تفصيلي، وإنه بناء عن التقارير دي يقدر يحدد إن كان ممكن يحط فلوسه في مشروع هناك أو لأ. بس كمان قال لها إنه من ساعة ما قابلها وهو بيفكر إنه يغير البلان كلها، وإنه بدل ما يعمل مشروع في جنوب أفريقيا إنه يعمله في مصر أحسن. بس حتى القرار ده برضه واقف على تفصيلة بسيطة خالص، حد يعمل له نفس نوع التقارير الاقتصادية عن الوضع في مصر، وإنه بيفكر يعني إنه يخليها هي اللي تعمل كده عشان يبقى عارف من البداية هيحط فلوسه في إيه بالظبط. طبعا زينب استغربت جدا، لكنه كمل كلامه وقال لها إن من خلال التقرير اللي هي هتعمله ده
هيقرر إن كان يستثمر في مصر ولا لأ، وإن ده حصل فعلا فهي اللي هتدير فرع القاهرة. تخيلوا بقى واحدة في ظروف زينب اللي تسبب فيها ماريو بيتقدم لها عرض عمل بالضخامة دي، ممكن تعمل إيه؟ ده كمان ليها مرتب شهري $300، وزينب حست إنها خلاص نجت من الغرق. بس تعرفوا إيه الغريب؟ الراجل ده قال لها إنها بعد ما تكتب التقرير تسلمه لحد تاني وهو يوصله له. تخيلوا مين؟ هو ماريو. والمفروض إنهم ما تكلموش خالص قبل كده، يعني الراجل ده أول مرة بيشوف ماريو أو يتعرف عليه، إزاي هيوكله مهمة زي دي؟ ده كان أول سؤال في عقل زينب. الراجل الخمسيني ده وصل زينب للفندق واداها ظرف فيه $600 وقال لها ده مرتب شهرين، بس الفلوس اللي طمنت ماريو قلقت زينب. المهم تاني يوم زينب اتفاجئت بماريو شحن لها عربيتها ودافع كل نفقات الشحن، ووصلها هي كمان المطار عشان ترجع مصر. ولكن زينب طول الطريق كانت بتفكر في ماريو اللي تجاهل طلبها للفلوس السلف أو إنه يساعدها تلاقي شغل، فجأة كده بيشحن لها العربية بنفسه. لا وكمان الراجل الغريب ده لا اداها رقمه ولا عنوانه، وطلب منها إن أي تقرير تكتبه تسلمه لماريو. يا ترى هما يعرفوا بعض من الأول؟ وهنا بدأت تربط الخيوط ببعض. طيب ليه هما بيعملوا قدامي ما يعرفوش بعض؟ وبعدين ماريو ده بخيل أصلا، ومع ذلك في المطار اداها $100 وشنطة هدية فيها حاجات غالية جدا. زينب بدأت تشك في كل حاجة حصلت معاها، وهنا افتكرت الدورة التدريبية اللي أخدتها في جامعة القاهرة لمكافحة التجنيد قبل ما تسافر بكام يوم. وده بقى اللي قلنا عليه في بداية الحلقة، سيستم كامل عمله الزعيم جمال عبد الناصر للشباب قبل ما تسافر، هدفه توعية الشباب من الوقوع في فخ الموساد، وكمان لو حد سافر وحس بخطر يقدر يتصرف ازاي. الدورة دي كانت سبب في وقوع شبكات تجسس كتير ومن ضمنهم ماريو المصري. المهم أول ما وصلت زينب مطار القاهرة اتواصلت مع ضابط من ضباط الدورة دي وحكت لهم زينب كل اللي حصل. تاني يوم جات لها عربية أخدتها على مقر المخابرات العامة عشان تتفاجئ هناك إنهم متابعين ماريو وعارفينه أصلا. ومش بس كده، ده طلع لها صور كتير بينها وبين ماريو. طب ازاي الكلام ده؟ وليه المخابرات المصرية لما عرفت إن ماريو هيعمل حاجة غلط ما حاولتش تنقذه؟ وليه سابوه كده؟ أحب أقولك إن المخابرات المصرية حذرته أكتر من مرة وقعدت تبعت له إنذار ورا التاني وإنه يبعد عن الناس دي خالص ويركز في شغله ومستقبله، لكن ماريو كان بيعمل نفسه ومش واخد باله. المهم بدأوا في عمل خطة للإيقاع بماريو متلبس بالخيانة، وماريو بدأ يتواصل مع زينب ويسألها عن كتاب الترجمة، وده كان كود متفقين عليه بينهم، وهي قالت له لسه شوية. وبدأت زينب تأجل وتأجل، ولما سألها هتاخدي وقت قد إيه عشان تخلصي ترجمة الكتاب وخصوصا إنه ناوي ينزل مصر بعد يومين، طلبت منه زي ما الخطة ماشية إنه يستنى شوية لحد ما تخلص اللي عليها. وهنا ماريو وصاحبه اطمنوا لكلام زينب واقتنعوا إنها فعلا مركزة في تجهيز التقرير، لأنه لو كان في حاجة بتحصل من وراهم كانت بسهولة تضحك عليه وتقول له إنها خلصت. وبعد 8 أيام كلمها مرة تانية وقالت له إنها أخيرا خلصت كل حاجة ومستنياه. ماريو أول ما سمع كده حجز أول طيارة ونزل على مصر، وما كانش يعرف إن كل كلمة بتتقال بينه وبين زينب كانت متسجلة صوت وصورة. بعدها رجع الخاين على شارع نوال في الدقي وراح لشقة مراته تغريد، وهناك قعد معاهم يوم واحد بس. بعدها أخد الكاميرا اللي كان مستلمها من الموساد ونزل على اسكندرية من الطريق الزراعي، وطول الطريق كان بيصور أي حاجة تقابله. وبعد ما قضى كام ساعة مع مراته وجيدة رجع القاهرة تاني، بس المرة دي من الطريق الصحراوي. واللي حصل ده ما كانش مرة وخلاص، ماريو فضل يعمل نفس السيناريو ده لمدة أسبوع كامل كأنه برنامج ثابت ماشي عليه. كان إخلاصه للموساد بقى زي عقيدة أو زي إيمان واحد بحاجة ومتمسك بيها لآخر نفس. الفلوس الكتير اللي خدها منهم غيرته تماما، كأنها غيرت دمه نفسه ومسحت منه أي إحساس إنه مصري. بقى تايه، لا هو عارف هو مين ولا حاسس بانتماء لأي حاجة. فلوس حرام عملت اللي السحر ما عملهوش، هزت جواه كل حاجة حتى ثوابته ودينه. نسي اسمه الحقيقي محمد إبراهيم فهمي كامل، نسي إنه مسلم ومن مصر وبقى عايش باسم تاني ماريو، وكأنه هو ده حقيقته. وفي إيطاليا كان أحيانا بيعدي قدام مساجد روما بيبص عليها باستغراب وكأنه أول مرة يشوف حاجة زي دي، ويسأل نفسه يعني إيه دين؟ يعني إيه أنبياء ورسل؟ وبقى مقتنع إن كل ده ملوش معنى، وإن الحقيقة الوحيدة في نظره إن الدين هو الفلوس. المهم ماريو كان نازل من شقته في الدقي رايح لزينب عشان ياخدها، ومن هناك يطلعوا سوا على المطار. كان فاكر إن الدنيا ماشية زي ما هو مخطط،
وإنه خلاص قرب يهرب بكل المعلومات اللي جمعها من غير ما حد يحس بيه. لكن فجأة ومن غير أي مقدمات لقى قدامه مجموعة من الأشخاص موقفينه في الشارع، وفي لحظات قليلة جدا كان متحاصر، وأخدوه من غير ما يلحق يستوعب اللي بيحصل، واتنقل على طول لمبنى المخابرات العامة. وهناك بدأ التحقيق معاه، وقعد قدام رجال المخابرات يحاول ينكر معرفته بأي حاجة، وقال إنه ملوش علاقة بالكلام ده كله، وإنه بريء من اللي بيتقال عليه. بس الحقيقة كانت أوضح من أي كلام. الأفلام اللي صورها بإيده والتقارير السرية اللي خباها جوه الشنط، كل حاجة كانت بتقول إنه متورط لحد النهاية. ومع الضغط والمواجهة بدأ يضعف واحدة واحدة، لحد ما في لحظة انهار واعترف بكل حاجة، وقال إنه كان شغال لحساب الموساد، وإنه عمل كل ده عشان الفلوس. وبعد كده اتعرض على المحكمة العسكرية، وتوجهت له اتهامات تقيلة جدا، إنه حصل على أسرار عسكرية بطريقة غير قانونية وسلمها للمخابرات الإسرائيلية، وكمان أخد فلوس مقابل ده وصلت ل7,000 دولار. وكمان اتهموه إنه كان بيتخابر مع العدو بهدف يضر بمصر وقت الحرب. ومش بس كده، ده كمان حاول يجر واحدة مصرية لنفس الطريق وساعدها تجمع معلومات عشان تتسلم للعدو. ومن اللحظة دي ما بقاش فيه رجوع، وكانت النهاية بتقرب منه خطوة خطوة. وبرئاسة العميد أسعد محمود إسماعيل والمقدم فاروق خليفة والمقدم أحمد غلاب، وبحضور ممثل النيابة العسكرية، وبعد سماع كل التفاصيل والاعترافات صدر الحكم في مايو سنة 1970 بإعدام ماريو شنقن. والحكم اتعرض على رئيس الجمهورية وقتها، واللي صدق عليه من غير تردد، لأنه ما كانش شايف إن في أي سبب يخلي الرحمة تدخل في قضية زي دي. أما المخابرات المصرية فكانت عارفة كويس قيمة الدور اللي لعبته زينب، الدور اللي ما كانش سهل أبدا. بنت قدرت تدخل لعبة خطيرة جدا وتخدع جاسوس محترف وتجره خطوة خطوة لحد ما وقع في إيد العدالة، ولحد ما وصل لنهايته على حبل المشنقة في سجون القاهرة. وزينب كده ما كانتش مجرد عنصر مساعد في العملية، دي كانت بطلة حقيقية، وأول مصرية تقدر توقع بجاسوس محترف في قلب أوروبا، وتكون سبب مباشر في إنه يتحاكم ويتعدم في مصر. ولحد هنا تكون نهاية حلقتنا، وبتمنى لو الفيديو نال إعجاب حضراتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وتعليق إيجابي. سلام عليكم.